السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا يا رب تكونوا بخير وبألف خير. اللهم ارحم موتانا واشفي يا رب مرضانا. فجأة يا اخوانا اهالي السودان المدنيين كانوا آمنين، وفجأة اندلعت الحرب، وأصبح الناس المدنيين في السودان معرضين لفقدان حياتهم وفقدان عملهم وهدم بيوتهم. مش كده وبس حضراتكم، السودان دولة مجاورة على الأقل لمصر، وتربطها علاقات مع دول كتير. فيه رعايا من دول مختلفة موجودين على الأراضي السودانية. في طلاب بيدرسوا في الجامعات، في بعثات موجودة ممثلة للدول على الأراضي السودانية، في جاليات من دول مختلفة من كل أنحاء العالم موجودة على أرض السودان. فجأة كده بسبب تهور أحد قيادات الجيش المفروض ان هو يكون مسؤول عن امن وسلامة المواطنين وامن وسلامة السودان في المقام الاول، وفي يده السلاح، اصبحت الجثث في الشوارع، اصبحت البيوت تهدم. ليس هناك مبرر لازهاق الارواح. النهارده القتلى من المدنيين السودانيين وغير السودانيين تجاوزت اعداد مرعبة، وكذلك المصابين. ضيف على كده حضراتكم الخراب اللي عم على البلاد من هدم المستشفيات وقصف البيوت. وصل حضراتكم الخراب في السودان، بقت فيه جثث على الطريق الناس مش عارفة تعمل لها ايه، وفيه جثث مصرية. يعني لسه من وقت قريب سمعنا عن طالب من محافظة أسيوط أهله مش عارفين يجيبوه من مدينة ديروت، طالب في طب أسنان كانت أحلامه قدامه يدرس في السودان عشان خاطر يحصل على شهادة يمارس مهنة الطب، يقدم عمل إنساني. فقد روحه، وكمان أهاليه بيشوفوا الأمرين عشان خاطر يحصلوا على جثته. موضوع يا اخوانا، موضوع السودان موضوع محزن، موضوع مؤلم، والسبب فيه حاملين السلاح. النهارده مفيش مبرر يا اخوانا لإزهاق الأرواح، مفيش مبرر للقتل، مفيش مبرر للدموية والخراب وتهديد وأمن استقرار البلاد. اللي بيحصل على الأراضي السودانية كان مستبعد. يعني حضرتك كمشاهد أو متابع لدولة السودان، السودانيين بطبعهم ناس طيبين، وأنا عاشرت عن كسب السودانيين، ولي صديق مقرب جدا من السودان بيسأل عليا وبسأل عليه، ومن أعز أصدقائي. شعب ودود، شعب طيب، شعب جاد، شعب يمتلك من القيم الكتيرة والمبادئ الحلوة اللي بتتصف بصفة عامة على قطاع وادي النيل. المصريين والسودانيين فيهم صفات مشتركة، والسودانيين شعب راقي وشعب صادق وشعب ما يجيش من وراه ضرر للمصريين بالتحديد. لكن اللي بيحصل على الأراضي السودانية فجأة كده كان آخر حاجة ممكن نتوقعها الخراب والدمار اللي حل بالسودانيين، وبالتالي حل على المصريين، وبالتالي حل على كل المقيمين على الأراضي السودانية. احنا ما قدمناش غير ان احنا ندعو بالسلام، وأن ترجع السودان إلى أصلها، وأن يتم وقف إطلاق النيران بين عناصر متنازعة على الثروة وعلى المال، ونزاع الثروة والمال بيد من بهم السلاح. ضحاياه ناس كتير، ضحاياه أبرياء. دماء الأبرياء دي والمدنيين في رقبة من؟ في ذمة من؟ الموضوع في السودان يا اخوانا موضوع مؤلم، وليه ابعاد كتيره، وليه جوانب سياسيه كتيره. لكن ان احنا شايفينه كمواطنيين ومواطنين عاديين ان الخراب عم على السودان، وما فيش حد يحب الخراب، وما فيش حد يحب الدم غير لما يكون مجنون وفاقد لصوابه. حياه الناس دي امانه، حياه الناس يجب
من هو بيدعي ان هو مسؤول يحافظ عليها، مش يهدر ارواحهم ويهدر دمهم، لدرجة ان الجثث اصبحت موجودة في الارض والناس مش قادرة تعمل لها حاجة. سلم الله شعب مصر وشعب السودان، وأبعد الله هذه الغمة وهذه الكربة عن أوطاننا العربية، ووفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.